إيصال الأمانة كلمة صغيرة، لكن ممكن تكون سجن، ديون، وضياع مستقبل. كم واحد وقع في الفخ ده؟ كم واحد خسر حريته وجزء من حياته علشان ورقة فاكرها مجرد إجراء؟ في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن قصة آدم اللي كان فاكر إنه بيبتدي حلم وطلع بيغلط غلطة عمره. يلا حضر مشروبك وتعالى نبدأ الحكاية. أنا محمد المصري وده برنامج بين الحق والناس. آدم شاب مصري بسيط، حاله زي حال ملايين الشباب اللي في البلد. اتخرج ولقى نفسه في دوامة ملهاش آخر، يشتغل هنا يوم ويقعد هناك شهر من غير شغل ومفيش استقرار. كان كل حلمه إنه يعيش بكرامة ويلاقي شغل ثابت ومضمون، لحد ما ربنا رزقه بشغل في شركة استيراد بمرتب حلو. فرح وقال أخيرا الدنيا هتضحك لي، الحمد لله. مسكين ما كانش يعرف إن الفرحة دي مش هتطول كتير. آدم أول ما دخل يقابل المدير علشان يمضي على عقد الشغل بعد ما اتفقوا على كل حالة، المرتب ووقت الشغل، المدير طلع له إيصال أمانة عشان يوقع عليه وقال له انت هتستلم عهدة، ده مجرد إجراء يا آدم، كلنا عملنا كده ودي حاجة طبيعية هنا ومش هنعمل بيه حاجة، ده ضمان لينا وليك، ولو حبيت بعد كده تسيبنا أو تشتغل في مكان تاني هناخد عهدتنا وندي لك الإيصال وانت واقف. آدم بص للإيصال قلق وقلبه كان بيدق من الخوف، لكن قال لنفسه دي شركة كبيرة وليها اسمها وسمعتها، هيأذوني في ايه؟ آدم مضى ورجع بيته فرحان. عدى شهر، شهرين، وكل حاجة ماشية زي الفل. آدم بدأ يحس انه اخيرا استقر. كل يوم بيعدي وهو بيحاول يثبت نفسه وكفاءته، والمدير كل ما يقابله يقول له عاش، الله ينور يا آدم، انت اثبتت كفاءتك وتميزك في شغلك، انت ابن الشركة. لحد ما آدم كمل معاهم 5 شهور شغل وفجأة الدنيا اتشقلبت. المدير طلب آدم في مكتبه وقال له الشركة بتمر بأزمة مالية واحنا مضطرين نسرح موظفين كتير، اتمنى ربنا يوفقك في شركة تانية. آدم رجع يحس ان الدنيا اسودت في عينه تاني، سلم عقدته هو وناس تانية كانت جديدة زيه وراح قال لمدير الشركة انا عايز الإيصال اللي مضيته عندكم. المدير قال له احنا بنخلص ملفاتكم وبنعمل لكم شهادات خبرة علشان تلاقوا شغل تاني بسهولة، وهنتصل بيكم بعد ما نخلص وتستلموا اوراق، ما تقلقش. آدم مشي وحاول يكمل حياته ويلاقي شغل جديد وينسى اللي حصل، لحد ما في يوم وصل له ظرف في بيته. فتح الظرف لقى ورقة إعلان دعوة قضائية مرفوعة ضده ب800,000 جنيه. الإيصال اللي مضاه اترفع ضده، الشركة نصبت عليه. آدم كلم المدير قال له هات 500,000 واتنزل لك عن القضية. دلوقتي آدم اللي كان بيدور على شغله بشرف بقى مهدد بالحبس. آدم دخل في دوامة محاكم وجلسات ومحامين، اتكلف مصاريف كتير قوي، وكل ده بسبب ورقة صغيرة كان فاكرها مجرد إجراء شكلي. استهون بالموضوع لحد ما اتحط في موقف لا يحسد عليه. مع تداول الجلسات ومستندات رايحة وأدلة جاية، آدم في الآخر عرف يثبت إنه كان ضحية، وبعد ما كان مهدد بالحبس المحكمة برأته، لأن اتضح إن مدير الشركة كان نصاب محترف وعمل الموضوع ده كتير مع ناس تانية غير آدم. يا جماعة، إيصال الأمانة وسيلة قانونية للحفاظ على الحقوق، بس كتير بيتحول لأداة نصب وابتزاز. ما توقعش على إيصال أمانة مهما كانت الظروف، ولو أنت مضطر افهم كل حرف مكتوب فيه الأول، وأي حد يطلب منك تمضي إيصال عشان شغل اعرف إن ده برص إنذار. خلي بالك من كل ورقة توقع عليها، الورقة اللي أنت فاكرها بسيطة ممكن تتحول لخطر يهدد حياتك ويقيد حريتك. وفي النهاية لو حد فيكم حصل معاه موقف زي كده يكتبه لنا في الكومنتات وقول لنا لو كنت في مكان آدم كنت هتعمل ايه. وما تنسوش تشاركوا الحلقة مع اصحابكم علشان نوعي الناس ومحدش يضيع مستقبله بسبب إيصال. شكرا انكم كنتوا معايا، استنونا الحلقة الجاية مع حكاية جديدة بين الحق والناس.